صباح الخير، صباح العافية، صباح النشاط. إن شاء الله يا ربي الكل بخير وصحة وسلامة وراحة بال. إن شاء الله يا رب الله ينطيكم حتى يرضيكم. قولوا آمين. شوية كنا مشغولين بالامتحانات، ولو إحنا بعد ما كملنا امتحانات، بس قدرت شوي أحصل فرصة صغيرة وأسوي وياكم، يعني أنزل لكم فيديو جدا بسيط. هذا الفيديو يعني للناس اللي بدت تفرز الشهر رمضان المبارك. الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة والعافية، وإن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين، والله يحقق كل أمانينا وأمانيكم يا رب. الناس اللي بدت تفرز، أنا بالنسبة لي بعد ما فرزت أي شيء، لأن دائما أحب أفرز قبل رمضان مثلا بأسبوعين، ما أحب أفرز يعني فترة طويلة قبل أشهر ويبقى عندي، أساسا هو ما يبقى، يعني إحنا نخلصه قبل رمضان. فحبيت اليوم أبدو وياكم بأول تفريزات. ما أعتقد أكو بيت يخلى منها، والشعب العراقي كلها يموت عليها، واللي هي ملكة التفريزات طبعا الكبة. نزلت لكم هواية طرق عن الكبة، بس هاي الطريقة كلش حلوة وسهلة وكلش طيبة، خصوصا للناس اللي ما تضبط عندها عجينة الكبة أو ما تعرف المقادير. هاي العجينة إلها كبة التمن، بس بدون يعني لا نار ولا تنطبخ، ولا يعني العجينة فشلت عندنا، صارت عندنا قوية أو صارت عندنا لينة، لا بالعكس راح تنجح عند الكل إن شاء الله. وراح نفرزها وراح نسوي منها شوربات، وراح يعني نستخدمها بالقلي وبأي شي تستخدموها، يعني هي جدا طيبة. والأهم من هذا إنه هي كلش سهلة وموادها متوافرة بكل بيت إن شاء الله، الكل يقدر يسويها. هاي كبة التمن كانوا قبل يسووها هواية، إن شاء الله نسويها اليوم أنا وياكم سوية. إذا ما مشتركين بالقناة يا ريت تشتركون ولايك للفيديو، يعني اللايك كلش يسعدني ويشجعني، والتعليق همات يشجعني. ويعني اكتبوا لي تعليق شنو تحبون نفرز أنا وياكم سوية. وقبل ما نبدي بالفيديو نصلي على الرسول، ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. عندنا كوب من الطحين التمن، وخليت عليه نص كوب من الطحين العادي. طحين التمن أنا ما أشتري جاهز، يعني ما أحب أشتري جاهز، أنا أحب أغسله التمن وأخليه ينشف عالشمس، وبعدها أطحنه بالمطحنة العادية، ويصير عندي طحين التمن كلش طيب. أستخدمه يعني بالأكل، بالشوربات، وبالكباب، وبالحلويات. هنا أنا خليت عليه مكعب ماجي، تقدرون تستغنون عنه وتخلون الملح، بس أنا أحب الماجي بالكبة. راح أستخدم المي، طبعا مو مقياس، يختلف هالشي حسب يعني الطحين، كل طحين ياخذ مي شكل. راح أبقى أضيف وأعجن، ما أضيف كمية هواية، تقريبا أضيف ربع كوب وأعجن، وأضيف الربع الثاني وأشوف أخذت من عندي تقريبا نص كوب. راح أبقى أعجن بيها. هاي العجينة شوية، هاي المرحلة تحب عجن، يعني ابقوا عجنوا بيها لحد ما تحسون إنه العجينة صارت وياكم على شكل طين الصناعي. دائما أني من أعجن أخلي مقدار ملعقة أو ملعقتين زيت. هاي ملعقتين الزيت راح تسوي العجينة عندكم كلش حلوة. خلوا ملعقة ملعقتين زيت وعجنوا بيها. بقيت أعجن لحد ما تشكلت عندي، صارت عندي بهذا الشكل الحلو قدامكم. هيج أريدها أني، وأجي أختبرها، أفتح العجينة، إذا أشوفها ما شققت معناها إن العجينة ها هي.
هسه أبدي أشكل بيها مباشرة. أنا أبدي أحب أقطعها كور حتى تكون عندي كلها نفس الحجم، وحتى بالشغل تكون علي أسهل. الحشوة عندي لحم مفروم وشوية بصل، خليتهم ما حضرت الطعام بس وحمستهم، وخليت عليهم بهارات الكبة وفلفل أسود وملح طبعا. وهاي العجينة عندي دهنت ايدي بشوية زيت وراح افتحها قدامكم، وما شاء الله العجينة كلش حلوة. ايش قد ما تفتحون بيها عادي راح تبقى وياكم تخدمكم وما راح تتفتح ابد. خلولها كمية زينة من الحشوة وسدوها. اليوم سويت لكم يعني الكبة باللحم. بالفيديو الجاي ان شاء الله اسوي لكم كبة بالدجاج. انا كلش احب الدجاج خصوصا بكبة التمن. اذا كنتوا تحبون كبة الدجاج بالتمن مثلي اكتبولي بالتعليقات، راح اسوي لكم اياها ان شاء الله بالفيديو الجاي. بس راح اسوي لكم كبة التمن نفس طحين التمن هذا بس بالشبنت. انا مسويتها وياكم بالشبنت بس اسوي لكم اياها بطريقة اسهل ان شاء الله. هاي مرة ثانية افتحها قدامكم واشوفكم اياها انه العجينة شقد حلوة وتشكل وياكم شلون ما حبيتوا. ونسدها وبس. واكمل الكل بنفس الطريقة. وهاي ما شاء الله لا قوة الا بالله طلعت عندي هاي الكمية الحلوة من 1.5 كوب من الطحين، طحين التمن والطحين العادي. يعني ان شاء الله نضاعف الكمية بشهر رمضان المبارك. راح نسوي يعني اكثر كميات كلش كبيرة، وراح نسوي انواع كلش هواية سوية. خلوها رأسا شوية بس تبرد بالمجمدة، واخليها بحافظة علبة نظيفة، واخلي بين الطبقتين فاصل بيناتهم حتى ما يلتصقون ببعض، واطلعهم وقت ما احتاجهم. اني من النوع اللي جدا احب التفريزات، تسهل يعني الموظفات وعلى المرأة بشكل عام، لان يعني مسؤوليات الحياة كلش هواية، فكلش احب التفريزات. انصحكم انه انتوا تفرزون. ان شاء الله نبدي حملة تفريزات انا وياكم سوية. اكتبوا لي شنو تحبون نفرز انا وياكم حتى انزل لكم فيديوهات جاية. وان شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو يا ربي، وانتظروني بوصفات جديدة ان شاء الله، وصفات حلوة وسهلة وبسيطة. رمضان المبارك وباي باي.